وللمزيد ينضم إلينا من القاهرة الناشط السياسي أحمد عبد ربه. سيد عبد ربه، بداية كيف تنظر إلى ما قاله الرئيس المنتخب محمد مرسي وأدائه اليمين الدستورية بهذه الطريقة أمام الحشود في ميدان التحرير؟ أود في البداية أن أشكر كل من شارك في ثورة 25 من يناير من أجل تغيير المنظومة السياسية الفاسدة في مصر، وأنا أترحم على شهداء الثورة وأدعو إلى مصابيها بالشفاء والعفو والمغفرة عن شهدائه. السيد محمد مرسي اليوم أصدر عدة رسالات إلى عدد من الجهات الدولية والمحلية منها، ففي كلامه حول موقف السلطة المصرية الجديدة فقال أن لنا كرامة لن نكون تابعين لأي أحد من الخارج سواء من الدول الشرقية أو الغربية على حد توصيفه اليوم. وكان هناك عدة رسائل للمجلس العسكري منها أن الشرعية من الميدان والشرعية من الثوار، الشرعية لأنني مرشح أو رئيس منتخب من قبل ملايين المصريين، وقال لجميع المصريين أنكم سواء لدي. هذه عدة رسائل اليوم. في رسائل أخرى كانت موجهة إلى أهالي الشهداء أنه سيأتي بحقوق شهداء مصر وشهداء الثورة. أرى أنه كان خطابا ثوريا، لكن على الثوار ألا نخطئ خطأ وزارة السيد عصام شرف مرة أخرى. علينا أن ننتبه أن جاء السيد عصام شرف بنفس هذه الطريقة بخلاف أنه كان معين وليس منتخبا. علينا أن نستمر في ثورتنا، فالثورة لم يكن لديها مرشح من البداية بل لها أهداف. نحن مستمرون في ثورتنا حتى تحقيق هذه الأهداف كافة مع أي رئيس كان. وبرأيك هل استطاع مرسي من خلال هذا الخطاب الذي ألقاه في ميدان التحرير استطاع طمأنة فئات الشارع المصري بكل اختلافاتها والتي كانت خصوصا متخوفة من وصوله إلى الرئاسة؟ وهنا يعني نذكر بأنه قد خص الفنانين والمبدعين وأيضا خاطب العاملين في قطاع السياحة. بالطبع السيد محمد مرسي اليوم طمأن جميع المصريين أننا مكملين. أرسل دعوات وأرسل رسائل إلى الفنانين والمثقفين في مصر بأن حقوقهم محفوظة وأن العمل الإبداعي محفوظ ولن تمس حريته. أرسل رسالة واضحة إلى كل العاملين في مجال السياسة مجال السياحة أنكم مستمرون أيضا، وأن هذا المجال مجال هام جدا للدخل المصري ولن يتم المساس به الآن. كانت رسائله واضحة لكل المصريين كافة أننا كمصريين سنعمل من أجل البناء وبابي مفتوح إلى الجميع كما قال السيد محمد مرسي. طيب، في خطابه أيضا ذكر شكل هذه الدولة، تحدث بأنها دولة وطنية مدنية دستورية حديثة ولم يذكر دولة دينية. هل يعتبر هذا التراجع من قبل الإخوان عن إصرارهم السابق أن تكون الدولة ذات مرجعية دينية؟ محاولة منه إلى التقدم إلى الأمام وإظهار تيار الإخوان المسلمين أنه تيار أصبح أكثر حداثة من السابق، لكنه في نفس الوقت كان يتحدث عن تاريخ الإخوان المسلمين بشكل ضمني عندما تحدث عن تاريخ من النضال من العشرينات والثلاثينات، وأكد في مرحلة الستينات أنها كانت عصيبة على جماعة الإخوان المسلمين التي لم يذكر اسمها نصا، لكنه ذكر ضمنيا أنه الآن جماعة الإخوان المسلمين متصدرة المشهد السياسي المصري وفي منصب رئاسة الدولة بعد أن عانت ويلات الظلم من عدد من الأنظمة الدكتاتورية بداية من العشرينات حتى الآن. طيب، في الناحية التي ذكرها في خطابه بأنه لن يسمح بانتزاع أي من سلطات رئيس الجمهورية، هل يفهم بأن هناك خلافا حقيقيا وراء الكواليس وعقبات بدأت تواجه مرسي من قبل المجلس العسكري؟ بالطبع نص ما قاله اليوم عن أنه الشرعية الميدان وأنه سيأخذ كافة صلاحياته، يبدأ أن هناك صراع في المفاوضات التي يجريها السيد محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين وقيادتها مع المجلس العسكري. يبدأ أن هناك صراع مع بعض أو عدد من مراكز القوى في مصر وهم رؤساء الأجهزة الأمنية المعنية في مصر. هو يحاول أن يضغط عليهم اليوم بما لديه من شعبية بميدان التحرير وبمحاولة ضم الآخرين حتى ممن عارضوه في الانتخابات الرئاسية وممن صوتوا إلى خصمه. اليوم هو يحاول أن يجمع كافة المصريين خلفه لمواجهة هذه الصراعات من مراكز قوة ومن مجلس عسكري وحتى من بعض القوى الدولية الغير داعمة له في السلطة. وأوضح أنه
سيقف مع كرامة المواطن المصري سواء كان فردا أو رئيسا ضد أي حد يحاول انتهاك هذا، وأن الشرعية هي شرعية المواطنين. وكان خطابه أكثر ثورية، وهذا الخطاب الأكثر ثورية له تاريخيا للسيد محمد مرسي منذ ترشح إلى رئاسة الجمهورية حتى الآن. طيب، في السياسة الخارجية تحدث السيد مرسي بأن مصر حرة في قرارها وعلاقاتها الخارجية، ولكنه شدد أيضا على أنه جاء برسالة سلام. هل هذه الرسالة موجهة مباشرة إلى إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية للطمأنة؟ في الحقيقة هناك رسالة واضحة من السيد محمد مرسي لأمريكا ولإسرائيل: نحن جئنا بالسلام ولن نعتدي على أحد، لكننا قادرين على صد أي تعدي من أي دول أخرى، ولم يذكر أي أسماء. لكن بالتوازي مع هذا هناك علاقات جيدة جدا نراها بين جماعة الإخوان المسلمين وبين الإدارة الأمريكية الحالية وهي إدارة الديمقراطيين. لكن أنا تخوفي الحقيقي عندما تحدث انتخابات رئاسية أمريكية في نوفمبر القادم، إذا صعد الجمهوريين في أمريكا ماذا سيكون موقفهم من تيار الإخوان المسلمين الحاكم في مصر الآن؟ ماذا سيكون الموقف من الرئيس محمد مرسي في هذه اللحظة؟ هل سنشهد بعض التقلبات الداخلية في مصر من هنا حتى نوفمبر القادم ستعززها الإدارة الأمريكية القادمة إذا كانت جمهورية في انقلاب ضد تيار الإخوان المسلمين أو ضد الرئيس محمد مرسي؟ هناك تكهنات عديدة حول موقف الدولي من مصر في حال تغير السياسة الأمريكية. أما موقف إسرائيل كان واضح، داعما للسيد أحمد شفيق ومضاد للسيد محمد مرسي، ثم بدأ يحاول مغازلة السيد محمد مرسي لأنه أصبح رئيس الجمهورية، وهو اليوم يرد عليهم بأننا جئنا برسالة السلام ولن نعتدي إلا مدافعين عن وطننا جميعا. نشكرك من القاهرة الناشط السياسي أحمد عبد ربه على المشاركة معنا.